هنا يسكت الكلام. مسلسل مع الاستاذ محمد عبد الوهاب، اذاعه، اخ واخت وعيله كامله. طبعا يعني انا اول ما قالوا لي هشتغل قدام عبد الوهاب طبعا، وكمان كنت صغيره قوي يعني، بس مع يعني احساسي ان انا يعني فيها خوف برضو وكده، لكن مع اول كلمه قلتها نسيت وبقيت فاكره بس اللي انا بقوله، لاني ما اقدرش افضل فاكره الاحساس اللي جوايا ده. بس طبعا كانت تجربه رائعه جدا جدا، وكان انسان عظيم جدا، وكلامه كان حلو قوي قوي. وكان لما يقول لي هم بقى ورا الازاز الكبير قوي، واحنا قاعدين في الاستوديو كله كرسيين جنب بعض كده زي الغلابه قاعدين فيشاوروا لنا بقى من الازاز البعيد ده، فيقول لي ايه لما يشاوروا لنا اغمزيلي علشان بيبقى لا والاسمه كانت عايزه تعرف مين دي، وما كانوا سامعينه ومش عايزين يقولوا نيلي. وبعد كده قعدوا كام يوم ما يقولوش اسمي، الاستاذ علوان الله يرحمه محمد علوان، فكل مصر مين دي في ناس افتكرت سعاد حسني، بس بعد كام يوم بقى راح قايل نيلي. بس هي دي قصه حياتي. اتكلمنا مع محمد عن محمد عبد الوهاب، مين المطرب اللي انت او المطربه اللي كنت بتحبي تسمعيها وتندلي معاها وتحسي معاها؟ يعني طبعا اولا ليلى مراد، هي قريبه منك قوي على فكره. والله؟ واحنا قلنا وشادية طبعا، ليلى مراد. لا احنا عندنا مطربات حقيقي يعني، ويا رب يبقى عندنا تاني وتالت ورابع ان شاء الله.